انا عارف ان في حاجات كتيره في العالم ممكن تختفي، ممكن شخص، طياره، سفينه، بس المرعب ان يختفي تكون مدينه كامله. مدينه كامله بكل بيوتها وشوارعها وناسها كانها ما كانتش موجوده اصلا. النهارده هنتكلم عن واحده من اهم القصص اللي حيرت العالم كله، مدينه اطلانتس، المدينة المفقودة. يقال إن القصة دي جت من أفلاطون، أشهر فيلسوف يوناني، واللي حكى عنها سنة 360 قبل الميلاد، يعني أكتر من 2000 سنة. أفلاطون قال إن جده كان في رحلة إلى مصر، وقابل هناك كاهن مصري حكى له عن جزيرة غريبة جدا، والجزيرة دي كانت ضخمة جدا لدرجة إنها كانت أكبر من آسيا الصغرى وليبيا مجتمعين على بعض، وكان مكانها في نص أو في وسط المحيط الأطلسي ورا مضيق جبل طارق اللي أفلاطون سماها عميدة هاركل. الجزيرة دي كانت مختلفة عن أي مكان في العالم، ثقافة متقدمة، علوم، هندسة، مباني عالية، زراعة، وجيش يقال إن الأقوى في، وكان اللي بيحكمهم يقال عندهم يعني إن هو إله البحر بوسيدون اللي عين ابنه أطلس ملك عليهم، فعشان كده الجزيرة سميت اطلانتس. والناس كانت شايفه ان المدينه دي جنه على الارض، ولكن زي ما بنقول النعمه لما تزيد يزيد الابتلاء. الناس هناك بداوا يستخدموا قوتهم في الشر، احتلوا بلاد، هجموا على ناس، قتلوا ناس، من الاخر كده افسدوا في الارض. فقرر زيوس يعاقبهم باله عندهم يعني، وحصل اللي محدش كان متخيله، زلازل، براكين، فيضانات، ومن هنا اطلانتس اختفت، غرقت بالكامل في المحيط واختفت للابد. لحد هنا القصه شكلها اسطوري جدا وحلوه صح؟ بس السؤال اللي كان بيجنن العلماء كلهم هي هل فعلا اطلانتس دي كانت موجوده ولا ده كله خرافات وكلام على الفاضي؟ بصراحة المؤرخين زمان كانوا بيحبوا يحطوا لمسة خيال كده من عندهم عشان يحلوا القصة يعني وبتاع، بس الغريب إن في دلائل كتيرة بتخلي القصة دي مش سهلة التفسير خالص، يعني معقدة كده محدش فاهم لها حاجة. في صور اتصورت من الأقمار الصناعية فوق يعني لمكان في المحيط الأطلسي، في جدار طويل قوي طول أكتر من 120 كيلو متر. في ناس قالت إن ده سور المدينة الغارقة اللي هي أطلانتس اللي حكى عنها أفلاطون، والأغرب إن شكل الجدار كان فعلا شبه اللي حكاه في الكتاب بتاعه. وكمان بعثة من بريطانيا كانت بتصور ساحل أسبانيا، ولقوا هناك حلقات صخريه غريبه جدا تحت المايه شكلها نفس الشكل اللي وصفه افلاطون لما قال ان المدينه كانت مبنيه على شكل دوائر متداخله، يعني من الاخر كل حاجه كانت ماشيه مع القصه كانها حقيقيه. بس تعالى بقى للحته اللي دماغي وقفت عندها. سنه 2015 صحيفه الديلي ميل نشروا خبر ان غواصين لقوا سفينه غرقانه في المحيط على بعد 300 متر، فيها 39 سبيكه من معدن نادر جدا اسمه الاوركاليكوم. المعدن ده اتقال ان كان المصدر الاساسي لبناء مدينه اطلانتس، واللي كشفوه العلماء ان هو فعلا بيطابق اللي اتقال من حوالي 2000 سنه، تخيل. وفي كمان نظريات بتقول ان اطلانتس ما كانتش في المحيط خالص، في ناس شايفه انها كانت جنب جزر الأزور، وناس تانية برضو كانت بتقول انها جنب مثلث برمودا. ما تعرفش فيهم بقى ولا صح، هنعمل لهم تصويت والاكتر دي. تعال الارض. انت ايه؟ انا بني ادم. انت حيوان. وفي برضه اللي قال انها كانت جزء من حضاره مصر القديمه، لدرجه ان في علماء قالت ان اهرامات مصر فيها تكنولوجيا تشبه اللي اتوصفت في كتب اطلانتس، يعني ممكن فعلا الحضارتين يبقى بينهم علاقه. بس السؤال اللي مجنني ازاي مدينه كامله بالحجم ده تغرق كلها مره واحده؟ فين التكنولوجيا بتاعتهم؟ فين الناس اللي نجوا؟ اكيد في ناس نجت منهم، ولا ممكن يكونوا كمان اختفوا للابد بسبب حاجه احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي. وفي نقطه غريبه جدا، كل الحضارات القديمه تقريبا عندها اسطوره عن الطوفان العظيم او المدينه اللي غرقت، من الطوفان اللي في قصه سيدنا نوح عليه السلام لحد حكايه المايا والبابلين والهندوس، كلهم اتكلموا عن كارثه مائيه عظيمه خلت الارض تبتدي من جديد. ويبقى ممكن كمان فعلا تكون اطلانتس حقيقيه، بس اندمجت قصتها في كل الاساطير على مر السنين، وفي الاخر سواء كانت اطلانتس حقيقيه او مجرد اسطوره، اللي اكيد ان قصتها فضلت واحده من اهم الحكايات ان فضل العالم كله مش ناسيها. ويمكن لسه في يوم من الايام ناس او حد يكتشف حاجه كمان تحت المحيط او تحت البحر، وهي المدينه اللي الناس لسه بتدور عليها من الاف السنين، يمكن الله اعلم. بس لحد ما نوصل للاجابه انزل اعمل لايك سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس عشان لما نلاقي المدينه يعني اطلع اعمل فيديو واقول لك اللي احنا لقيناها. وهي بس كده، اشوفكم في حلقات جايه كتير، سلام.